بنت بتقول أنا مخطوبة لواحد صالونات وحصل موقف غريب قوي، عايز أخد رأيكم فيه. عيب تشوف اسم سيدنا محمد وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. كان خطيبي معزوم عندنا في البيت وكان جايب معاه فاكهة وحلويات والعزومة خلصت، واليوم عدى وبعد أسبوع خطيبي جه يزورنا تاني، فدخلت أعمل له حاجة يشربها، ولما خرجت حسيت إن خطيبي كان بيجيب حاجة من تحت الكنبة اللي كان قاعد عليها. بساله فيه إيه؟ قال لي مفيش حاجة وهو متضايق قوي. قلت يمكن حاجة وقعت منه، وطول العزومة ما اتكلمناش كلمتين على بعض، وسايبني وقاعد بيلعب مع أختي الصغيرة. بعد ما مشي لقيته بيتصل، لقيته بيقول لي أنا عايز أفسخ الخطوبة. مساله ليه طيب؟ أنا عملت حاجة زعلتك؟ قال لي يوم لما كنت جاي وجايب معايا الفاكهة، أنا كنت قاصد أرمي قشرة الموزة تحت الكنبة بتاعتكم، وجيت بعدها بأسبوع ولقيت القشرة لسه زي ما هي، وأنا بصراحة أحب مراتي تكون نظيفة. قفلت السكة في وشه، وهو دلوقتي مستني أبعت له الذهب بتاعه.